إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الخطبة الرابعة في هدم قواعد الهدام الذي يتهجم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينا في الخطبة الأولى أن هذا الدين العظيم علم، وفي الخطبة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه حتى صار الصحابة أعلم الأمة بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته. وفي الخطبة الثالثة الماضية بينا أن للنبي صلى الله عليه وسلم ورثة علماء، بينا صفاتهم وبينا الواجب علينا نحوهم. أما قاعدته التي نهدمها اليوم على رأسه إن شاء الله رب العالمين، فهي تقديمه للعقل على النقل، تقديمه لعقله وهواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجرد أن يتصور المسلم العاقل هذه القضية يعلم بطلانها. إذ كيف يتصور مسلم ما أن يقدم عقله على ما نزل من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الأمر يرد إلى العقول لقلنا يقدم عقل الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أن المسألة مسألة عقلك أنت أم عقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلبك أنت أم قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمك أنت أم فهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي عاقل من المسلمين يقطع بأن يقدم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف وهو وحي من عند الله؟ قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فلو كان له هوى فهواه لا يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك رب العالمين يقول: وما ينطق عن الهوى. وأنت لك هوى، وهواك ليس بمعصوم، ولن تنال النجاة إلا إذا كان هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقدم المرء هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن مع هذا ننقض قاعدته بميزان دقيق من الكتاب والسنة، نرد به بدعته وضلالته في نحره عله يتوب ويهتدي، أو أن يعقل المسلمون حال هذا الهدام وحال أمثاله من الهدامين. اعلم أن من أكبر نعم الله عز وجل علينا أن هدانا إلى الإسلام، وأن رزقنا سبحانه وتعالى عقولا ندرك بها ما حولنا ونتأمل بها في خلق الله عز وجل.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لن تجد دينا على وجه الأرض كدين الإسلام في أمره بعقل الناس لآيات الله تبارك وتعالى. إن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآيات وما بعدها وقال كما في صحيح مسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لا يوجد دين على وجه الأرض يعطي للعقل المكانة التي أعطاها له الإسلام، بل سائر الأديان عندها مما لا يعطى الكثير والكثير مما يسمى بالأسرار. أما عندنا فديننا دين التفكر والتدبر والتعقل. في عشرات الآيات يقول رب العالمين سبحانه أفلا تعقلون أفلا يتفكرون. ويقول ربنا تبارك وتعالى قد فصلنا الآيات لقوم يعقلون. ويقول ربنا تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في عشرات الآيات في أكثر من 50 موضعا في كتاب الله عز وجل يأمرنا رب العالمين بالتفكر والتدبر والتعقل والنظر والاعتبار والفقه والعلم، وكل هذا من أعمال العقل الذي أصله في القلب وذاكرته في الدماغ. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الإسلام العظيم أمرنا فيه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي صحيح سنته صلى الله عليه وسلم بأن نجعل للعقل مكانته. قال ربنا تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا كان القرآن عربيا؟ قال سبحانه لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال سبحانه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير الطيب. وقد أثرت أن أكثر لك اليوم من الأحاديث التي تعلي مكانة العقل في الإسلام، لا لشيء إلا لأن هذا يزعم أنه يرد السنة بالعقل، فنذكر له أن السنة هي التي رفعت مكانة العقل إلى حده الذي حده له رب العالمين. فاسمع لما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه. والفقه والفهم عمل العقل. من يرد الله به خيرا يجعله عاقلا يعقل عن الله ويفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وروى الدارمي عن الإمام الشعبي رحمه الله قال كان هذا الأمر يعني العلم يطلبه العاقل الناسخ. إذا أراد إنسان أن يتعلم الحديث، أن يتعلم القرآن، أن يتعلم السنة، أن يتعلم الدين في زمن السلف كان لابد أن يكون عاقلا ناسكا يعني عابدا. فعاقل يعقل ويفهم وعابد يتعبد لله عز وجل بما علم. قال وقد يأتي على الناس زمان يطلبه من لا عقل له ولا نسك. فكيف يعقله وهو لا عقل له؟ ولما يطلبه وهو لا يتعبد به لرب العالمين سبحانه؟ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا وفي مسند الإمام أحمد أن النبي دعا لابن عباس لابن عمه، فماذا بأي شيء دعا له؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما دعا النبي لرجل من أحب الناس إليه يحمل العلم عنه ويرث النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو له بكثرة مال ولا رزق ولا ولد، إنما دعا له بالفقه في الدين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليلني
يعني ليكن خلف الإمام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أصحاب العقول أولو الألباب الراجحة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث المطر، كمثل الغيث الكثير نزل على الأرض فكان منها أجادب حملت الماء أمسكت الماء انتفعت بالماء فسقى الناس منها وانتفعوا وهي نفسها استفادت، ومنها أجادب أمسكت ماء ولم تنبت شيئا فاستقى الناس منها فانتفع الناس بها، ومنها أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال: فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الهدى الذي جاء به بالمطر من السماء، وشبه قلوب المسلمين بالأودية، واد ينتفع يتعلم ويعلم يتعلم ويعمل ويعلم، وهذا خير الناس. فخير الناس من فهم عن رسول الله وعمل بشرع الله وعلم الناس دين الله عز وجل. ثم ذكر مثالا آخر لمن حفظ الدين والسنة فبلغه لمن بعده، وإن لم يكن في الفقه كالأول كما في السنة رب مبلغ أوعى من سامع أفقه من سامع. أما الذي لم ينتفع بما جاء به رسول الله فالذي جاءه الوحي فلم ينتفع به قلبه ولم يحتفظ به لينقله للمسلمين غضا طريا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن أولي الألباب في هذا الحديث. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة وأنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم ثلاثا، يكرر الكلمة 3 مرات. لماذا؟ قال: حتى تفهم عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هكذا قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في البخاري: ومحرم عليك أن تفتن المسلمين في دينهم. فهذا أمر الإسلام في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن النبي وعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بإرشاد العقل وإظهار قدر العقل في الإسلام وإظهار قدر العبد للنفس. فكيف يقال بعد ذلك نرد حديث النبي بالعقل؟ وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف العقل السليم؟ وليس مرادنا هنا بالعقل العقل السقيم، فإن العقل السقيم يحتاج إلى دواء، ولا دواء للقلوب والعقول إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأهمية العقل ومكانته حرم الإسلام أشياء حفاظا على العقل. فحرم الإسلام الخمر لأنه يعطل العقل والخمر ما خامر العقل. وحرم الإسلام الكهانة والعرافة والتنجيم لأن فيه تغييب للعقل وادعاء للغيب الذي يعلمه رب العالمين. وحرم الإسلام على العقل أن يدخل فيما لا شأن له به، فقال عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة الصحيحة: تفكروا في آلاء الله، تفكروا في خلق الله، تفكروا في نعم الله، ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن للعقل حدا ينتهي إليه كما أن للبصر حدا ينتهي إليه. الإنسان عنده بصر وعنده بصيرة، فالبصر ضوء للعين تبصر به، والبصيرة ضوء في القلب يبصر به. فكما أن بصر العين له حد لا يدرك ما بعده، فكذلك بصيرة القلب لها حد لا يدرك العبد بها ما بعدها. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعلم التام إنما هو لرب العالمين،
والعقل إنما له حد ينتهي إليه فيعلم. كما أن الناس تتفاوت في البصر فكذلك يتفاوت الناس في البصيرة. كما أن الناس أبصارهم مختلفة كذلك عقولهم مختلفة. فبأي ميزان نزن الأمور؟ بما جاء به الرسول، لأن الوحي معصوم والعقل ليس بمعصوم. ومن تشديد الإسلام في العقل أن الله تبارك وتعالى وصف من لا عقل له بأنه من شر الدواب، بل هو شر الدواب. أولئك الذين أعطاهم الله عقولا فعطلوها، صرفوها عن أمر الله عز وجل، صرفوها عن وحي الله، صرفوها عن كتاب الله، صرفوها عن التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حالهم؟ قال رب العالمين: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلأنهم لا خير فيهم هم صم وبكم لا يعقلون عن الله ولا يعقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين يطرحون في النار يقولون كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عدم العقل والتمييز لا يحمد بحال، فليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح وحمد لعدم العقل أو التمييز أو العلم، بل مدح الله العلم والعقل والفقه في كتابه في غير موضع وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل يتعارض العقل السليم مع النص الصحيح القويم؟ هل يتعارض عقل إنسان مسلم عاقل لم يصف بمرض الفلسفة ولا أذنابها، ولا بمرض الاستشراق ولا أديانها، لم يصف في عقله بهوى، بشبهة، بمرض، بشك في كتاب الله عز وجل؟ العقل الذي لم يصف بهذا المرض هل يتعارض مع ما جاء في كتاب الله أو مع ما صح عن رسول الله؟ محال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. كيف ينقدح في ذهن مسلم أن في نصوص الوحي المنزلة من عند الله العليم الخبير ما يخالف العقل السليم الذي خلقه العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله؟ ثم قال: العقل الصريح والنقل الصحيح أخوان لا يفترقان. العقل الصريح السليم والنقل الصحيح القويم أخوان لا يفترقان. قال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. السمع تدرك به الأصوات، والأبصار تدرك به المبصرات، والأفئدة تدرك بها المعقولات. جعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. اسمع ماذا قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لم تغني عنهم شيء، لم ينتفعوا بالبصر ولا بالسمع ولا بالعقول. لماذا يا رب؟ قال سبحانه: إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فمن جحد الوحي الذي جاء به رسول الله، من رد الوحي الذي جاء به رسول الله، من أعرض عن الوحي الذي جاء به رسول الله، لا ينتفع بعقله ولا بسمعه ولا ببصره. فكيف يجرؤ الإنسان أن يقول إن في كتاب الله وسنة رسول الله ما يجزم العقل السليم بأنه باطل من عند من؟ أيكون من عند رب العالمين سبحانه تعالى عما يقولون علوا كبيرا، أم يكون من عند الرسول المعصوم الذي يبلغ عن رب العالمين؟ محال. فإذا وجد الإنسان ما يظنه معارضا للقرآن من العقل
فالواجب عليه أن يصحح العقل بهذا النقل. ولو افترضنا جدلا أن بين العقل والنقل شيء من التضاد، لو افترضنا أن العقل السليم يعارض شيئا من النص الصحيح القوي، أنت ما الواجب عليك؟ أن تترك عقلك لله ولرسوله، أم أن تقدم عقلك على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على قاعدته، إذا افترضنا أنه يوجد معارضة في الشرع بين النقل والعقل، فواجب على المسلم أن ينقاد للنقل وأن يعارض العقل. مرة أخرى، إذا افترضنا وهذا ليس بموجود أن في الشرع معارضة بين العقل السليم والنقل الصحيح القوي، إذا افترضنا ذلك فواجب عليك أن تنقاد للنقل وأن تخالف العقل، لأنك أمرت باتباع النقل ولم تؤمر باتباع العقل. كل الطرق إلى الله عز وجل وإلى جنة الله تبارك وتعالى مسدودة إلا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول من عارض النقل بالمعقول هو إبليس، لما قال رب العالمين لإبليس ضمن الملائكة حين أمرهم بالسجود لآدم فأبى إبليس أن يسجد، فسأله رب العالمين لما لم تسجد؟ قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه. فعارض النص اسجد بالعقل أنا خير منه، فكان إبليس أول من قدم، العقل على النقل، فكان جزاؤه اخرج منها مذموما مدحورا، اخرج منها من جنة الرحمن ومن جوار الرحمن سبحانه، فكان جزاؤه اللعن والرجم والطرد من الجنة من ملكوت السماوات العلى، حتى يكون بعد ذلك قائدا لأنجس البشر من ذرية آدم إلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا افترضنا أن تعارض العقل مع النقل فأين سبيل النجاة؟ إنه في اتباع ما جاء به رسول الله. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل إليه صراطا مستقيما واحدا هو ما صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله باتباعه وجعل الله محمدا هاديا إليه وإلى صراطه المستقيم، داعيا إليه وإلى سبيله القويم، وأمر الناس أن يسيروا على خطاه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم توعد من خالف الرسول بالعذاب الأليم. فإذا جاءك الرسول دالا وهاديا إلى الله وجاءتك العقول معرضة عما جاء به الرسول، فأي الطريقين تسلك؟ قال الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله وهو من أئمة الحديث والفقه يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لن يثبت إسلامه إلا إذا سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري: من الله عز وجل الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا التسليم. من الله عز وجل الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا التسليم والانقياد. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العقل السليم لا يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام. وضرب العلماء لذلك مثلا: رجل عامي يريد أن يستفتي عالما في مسألة فسأل الناس فدله رجل على عالم. أنا رجل عامي أريد أن أستفتي في مسألة، سألت أين العالم؟ فدلني رجل من المسلمين على عالم ما، يقول هذا أعلم منه، هذا أكثر اجتهادا في العلم مني، فانطلقت إلى هذا العالم فسألت العالم فأجابني بجواب يختلف مع غيره من عامة الناس، يختلف مع من دلني عليه. فأي الطريقين أسلم؟ أن أتبع الرسول المعصوم الذي دلني العقل بآيات الله وبراهينه على صدقه، أم أترك
والعقل عن أي شيء يخبرك؟ هل وجدت عقلا يخبرك مباشرة عن رب العالمين؟ لا والله، حتى الرسل إنما يخبرون عن الدين بما أوحاه إليهم رب العالمين سبحانه. ومن أعجب الأمور أن هؤلاء الذين يقدمون عقولهم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يخضعون بعقولهم لعقول سلفهم من المستشرقين ومن الفلاسفة والمتكلمين. فتجدهم مثلا الآن يقولون الغربيون أعلم منا بالعلم الحديث، فيتبعون الغربيين على ما قالوه وإن خالف العقل. أفليس من الأولى أن يتبعوا الرسول على ما قاله وهو لا يخالف العقل؟ هذا قطعا من الأولى، ويدلك على ذلك أن الله تبارك وتعالى أكمل الدين لنا، أتم الدين والنعمة علينا، فلم نعد في حاجة إلى عاقل يزيد في الدين أو ينقص شيئا مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اعتقدت أن الدين تم وكمل، فكيف تنتقص شيئا من الدين لأنه خالف عقل الناس؟ كيف تزيد شيئا في الدين لأنه بمقتضى عقول الناس؟ أوليس رب العالمين هو الذي قال سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ رسالة الله أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة الله وراثة لورثة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء من لا يعقل ونظر في كتاب الله الأجل ثم أراد أن يحرفه، جاء من يعقل فرد الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وما يعقلها إلا العالمون. فمن الذي يعقل عن الله؟ ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا تبارك وتعالى أقام الحجة علينا ببعثة الرسل وليس بعقول مجردة، فقد قال ربنا تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو لم تشرق شمس الرسالة ونور الوحي ما كلفت العين بالبصر في أرض الناس، وما كلف القلب بالبصيرة في دين الله عز وجل. فإذا أشرق الوحي وإذا جاءت شمس الرسالة على المرء أن ينتفع بضوء الوحي ونور الشمس بقلبه كما انتفع بضوء النهار ونور الشمس ببصره في واقع الناس. أما من أغمض عينه عن ضوء الشمس فيتردى في ظلمات الجهل والعمى. لذلك سلفنا الصالح وقد ذكرنا وجوب اتباعهم لم يعارضوا القرآن والسنة بشيء قط، بل أقروا وأذعنوا لكلام الله وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودون قصة عمر يوم الحديبية لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ بماذا أجابه رسول الله؟ لم يرده إلى عقل، إنما قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فلما انطلق عمر إلى الصديق أخبر الصديق عمر بنص كلام النبي، رده إلى الوحي المعصوم. هو رسول الله فعليك أن تتبعه، هو رسول الله وليس يعصيه، وهو سبحانه ناصره. قال يا عمر فاستمسك بغرزه. ولما كان يوم الإسراء والمعراج والحديث في المسند وسنده صحيح، جاء المشركون إلى أبي بكر وضع نفسك مكان أبي بكر وانظر أي العقول أسلم. يا أبا بكر انظر إلى صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر ذاهبا وشهر آيبا في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. بعقل ذلك الزمن كيف يقبل؟ يا أبا بكر انظر إلى صاحبك. قال إن كان قال فقد صدق. العبرة أن يثبت هذا عن الرسول، أن يقول هذا رسول الله، فإن كان قال فقد صدق. ثم ذكر الدليل العقلي القاطع، قال إني لأصدقه في أبعد من هذا. في أي شيء؟ قال ينزل عليه الخبر من السماء، من فوق 7 سماوات ينزل جبريل عليه السلام في طرف البصر في لمح البصر أو هو أقرب، وأصدقه
فهل يكذب الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وإن كذب المشركون والمرتابون رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن الصادق لا يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا سار السلف رضوان الله عليهم. إن كان قال فقد صدق، فأثبت لي أن الرسول قال بالسند الصحيح وأنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفما وجد هؤلاء الذين يتبعون الفلاسفة والمستشرقين في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لهم وقدوة؟ أوليس الصحابة بإجماع المسلمين هم أكمل الأمة عقولا وأكثرها علوما وأعمقها علما، ومع ذلك سلموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جعلوا كلام الله هو الأصل وكلام الرسول هو الأصل، فاستمسكوا بكتاب الله واستمسكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلوا العقل محكوما عليه بالنص، له مجاله، لكن عند النص الشرعي فالعقل دوره أن يفهم، أن يتدبر، أن يعقل عن الله، أن يبلغ عن الله، أن يتدبر في آيات الله، لا أن يعارض العقل شرع رب العالمين، ولا أن يعارض العقل كلام رب العالمين، ولا أن يعارض العقل ما صح عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقل عندنا محكوم بالشرع، والشرع لا يقيده إلا فيما لا يستطيع العقل أن يدركه. هذا هو منهج السلف. أما هؤلاء الخلف فكأنهم نزل فيهم قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انظر إليهم تجدهم فعلا أضاعوا الصلاة. أين صلاتهم؟ أين تعميرهم لبيوت الله عز وجل؟ أين قيامهم بكتاب الله تعالى؟ واتبعوا الشهوات. وانظر أيضا إليهم أين مساكنهم وأين أحوالهم ومن أصدقائهم ومن خلالهم؟ اتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. فعارضوا الوحي المعصوم بالعقل السقيم. منطق الفلاسفة والزنادقة والأبالسة صاروا على نهجهم، ويوم القيامة يدعى كل إنسان بإمامه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأصحاب الحديث وأتباع الرسول إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين قدموا المعقول على المنقول إمامهم إبليس عليه لعائن الله. فاختر لنفسك أي الطريقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا على الإسلام وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من صار على نهج يوم الدين. وبعد. مجلة الازهر سنة 1399 من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول الكاتب فيها ان اخطر التحديات التي تواجه المسلمين اليوم انما هي المحافظة على اصالة هذه الامة وعلى شخصيتها وعلى كيانها النفسي والروحي والعقلي في مواجهة محاولة إذابة هذه الأمة في الأمم المخالفة، إذابة الطابع القرآني الرباني القائم على التوحيد والأخلاق والإيمان بالله للحيلولة دون قيام الحضارة الإسلامية. ثم ذكر الكاتب 9 نقاط هي 9 طرق لحرب الإسلام. 9 طرق في هذا الوقت من أبناء هذه المدرسة يحاربون بها دين الله عز وجل، وهذه بعض مناهجهم فاحفظوها. ماذا يفعلون؟ هذا منهجهم، يقدمون العقل والهوى على الشرع. ثانيا الإنكار والتشكيك والتحريف والتأويل.
إن كان النص إن كان من الأحاديث، تشكيك في صحة الحديث، وتحريف وتأويل إن كان النص من القرآن. ثالثا التنكر للتراث الإسلامي، هدم التراث، يريد أن يهدم التراث كله، حديثه وفقهه وتفسيره، أقوال العلماء والأئمة والتابعين بل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إبراز الجوانب السلبية في تاريخ الإسلام، يركزون على بعض الأخطاء التي وقعت من المسلمين، يضخموها ليشوهوا تاريخ الإسلام، بل الآن يشوهون الخلافة الراشدة التي بدأت بالصديق وانتهت بأسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المبالغة وتقديس العلم المادي الحديث، وجعل هذا العلم أصلا يرجع إليه دون الوحي المعصوم. الإشادة بالحياة الغربية والحكم على الإسلام من منظور غربي، كما فعل في حديث زواج عائشة رضي الله عنها. عدم التفريق بين المسلمين وغيرهم، يريدون أن يجعلوا المسلمين كالمجرمين، والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يتبنون الطرح العلماني للدين أو بعض هذا الطرح للدين. أهدافهم 3 أهداف. الأول فصل الدين عن المسلمين، فصل الدين عن المجتمع، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الناس. ثانيا إخضاع الإسلام للغرب، إسلام جديد، إسلام أمريكي، هذا ما يريدون من سنين. الهدف الثالث إلغاء الفوارق العقدية بين المسلمين وغير المسلمين، ولهم في ذلك طرق متعددة، منها أنهم يقفون من مصادر الوحي موقف الانحراف والرد، ويقفون من القرآن موقف النفي. كيف ينفون القرآن؟ أحدهم يقول القرآن يذكر قصص لم تحدث كقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، والآخر يقول القرآن كتاب تاريخ، لم يأتي القرآن للتشريع، إنما جاء لتشريع في زمن محدود. أما فهم النص فيفهمونه بمقاطعة كلام السلف وفهم السلف، ويفهمون النص كما فهم الغربيون، يساوون بين كلام الله وكلام أحقر عباد الله عز وجل. يريدون أن يفتحوا باب الاجتهاد زعموا، وليس كما أراد السلف، إنما ليتكلم كل من شاء بما شاء في دين الله تبارك وتعالى. أما الإيمان بالغيب فهم يحجمونه جدا ويقدمون العقل عليه، لذلك ينكرون حديث الإسراء والمعراج، وينكرون حديث نزول ملك الموت على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما تحكيم الشريعة وإقامة الحدود فهم من أبعد الناس عنها، بل هم من أكثر الناس حربا لها، ولقد ردوا عشرات الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ردوا أحاديث رفع عيسى عبد الله ورسوله إلى السماوات العلى ونزوله قبل البعث، ردوا أحاديث الدجال والمهدي عليهما السلام، ردوا حديث نزول ملك الموت على موسى، وردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سحر تخييل وثابت في القرآن. قال تعالى عن موسى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ردوا حديث المعراج، وردوا حديث شق صدر الرسول عليه الصلاة والسلام، وردوا أحاديث وقوع الذباب في الإناء اتباعا للغرب، والغرب الآن يثبته، فإن آمنوا به فلم يؤمنوا بالرسول. أحمد شاكر يقول هذا الكلام، الذين يثبتون حديث الذباب لأن الغرب أثبت أن فيها داء ودواء لا يؤمن بالرسول، إنما يؤمن بالعلم الحديث، يؤمن بالغرب ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسأختصر لك الكلام اختصارا. المزالق التي وقع فيها هؤلاء، هذا الطريق إلى أي شيء مداه، أولا أنهم أتباع إبليس على الحقيقة وقد ذبوا. ثانيا أنهم يضاهون الكفار، اعترض الكفار على وحي الله عز وجل بحجج متفاوتة، منها مثلا قولهم لولا نزل هذا القرآن
إذ الرسول عندهم ليس متبوعا بل هو تابع بأبي هو وأمي. حتى قال شيخ الإسلام كلمة تقشعر منها الأبدان عن هؤلاء، يقول رحمه الله: لم يستفيدوا من جهة الرسول شيئا لأنهم لا يرجعون إليه، فصار وجود الرسول وسنة الرسول عندهم بمنزلة العدم بأبي هو وأمي. رسول الله عندهم بمنزلة العدم لأنهم جعلوا الرسول تابعا للمعقول، فسدت عقولهم وفسدت فطرتهم فخالفوا الرسول، بل وجعلوا الرسول عياذا بالله تابعا لمعقولهم، وهؤلاء في الحقيقة أتباع الهوى. قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، فجعل هناك أهواء وعلم. العلم جاء للرسول فمن اتبعه اتبع العلم، ومن خالف العلم الذي جاء به الرسول فقد اتبع الهوى. قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فسدت قلوبهم فاتبعوا أهواءهم وصاروا على شهواتهم. إنهم يجادلون في الله وفي كتاب الله، مخالفون لله ولرسول الله ولكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وأخيرا مآل هذا الطريق إلى النار ما نحن قلناه، بل قاله رب العالمين لما ذكر قول الكفار في النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كانوا يسمعون عن الله وعن رسول الله، يعقلون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا في أصحاب السعير. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح بشواهده قال عليه الصلاة والسلام: 4 يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة: رجل مات في الفترة لم تبلغه دعوة الرسل، ورجل مات أحمق مجنون، ورجل مات هرما لا يعقل شيئا، وغلام مات صغيرا. 4 لم يأتيهم الوحي المعصوم، فصاروا على مقتضى العقول. منهم من عبد الصنم، ومنهم من عبد الوثن، ومنهم من كان حنيفيا، كله بحسب حاله. فلما يؤتى بهم بين يدي الله يوم القيامة يقولون: ربنا لو أرسلت إلينا رسولا لآمنا به. لو جاءنا الوحي لقدمنا الوحي على العقل. لو أرسلت إلينا رسولا لاتبعناه لأجبناه لسرنا على هداه. في بعض الروايات وفي سندها لي: فيقول رب العالمين: فأنا رسول نفسي إليكم، أرسلت إلى الناس رسلا من البشر، وأنا رسول نفسي إليكم. عدنا للحديث الصحيح: فيأمر الله عنقا تخرج من النار، عنق من جهنم، لها لسان ينطق ولها عين تبصر ولها أذن تسمع، فيقول الله عز وجل لهم: لو أرسلت إليكم رسولا كنتم مطيعين؟ يقولون: نعم ربنا، لو أرسلت إلينا رسولا لأطعناه. فيقول: فانطلقوا إلى النار. هذا أمر الله، هذا هو النص. فانظر، انقسم هؤلاء إلى قسمين: من كتب الله له السعادة سارع إلى النار طاعة لله، كما في الصحيحين: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الثالثة: وأن توقد نار عظيمة فيلقى فيها، أحب إليه من أن يكفر بالله، أحب إليه من أن يعصي ربه. وكما في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تشرك بالله وإن قطعت أو عذبت أو حرقت بالنار. فهؤلاء ما بين أمرين: إما أن يخالفوا أمر الواحد القهار أو يقذفوا بأنفسهم في النار. فماذا يفعل؟ في الدنيا ألقى أناس بأنفسهم في النار حفاظا على التوحيد، أصحاب الأخدود، وامرأة كانت ناشطة لبنت فرعون على ما حسنه بعض أهل العلم. فماذا يفعل هؤلاء؟ من كتب الله له السعادة سارع إلى
فعارض أمر الله بعقله، قدم عقله على أمر ربه، فيقول الله عز وجل: لرسولي كنتم أعصى، للرسول كنتم أشد عصيانا، ثم يؤمر بهم فيسحبوا على وجوههم إلى نار جهنم. فأنت لو كنت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرك بما ليس عند عقلك المريض بمعقول، فماذا تفعل؟ أتقول سمعا وطاعة لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقدم عقلك على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسبب قضية تقديم العقل على النقل رد هؤلاء كثيرا من الوحي المعصوم، ردوا القرآن بالتأويل والتحريف، وردوا السنة بالإنكار والتشكيك. أما من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهو يستمسك بغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وكل ما صح عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس. كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول غير مردود، وكل من خالف الرسول فهو مردود غير مقبول، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة الشهادتين: لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، محمد رسول الله، لا أعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نهدم القاعدة الأخيرة من قواعده، فمن أيقن هذه الخطب الأربع واعتقدها كان ناجيا من بدعته وضلالته. أما نماذج الأحاديث التي تكلم عنها والتي طعن فيها بجهله وكذبه وتدليسه فالرد عليها له مجال آخر. لكن من اعتقد هذا الحق الصراح الذي ذكرناه بالقرآن وبالسنة وبأقوال السلف في الخطبة الأولى والثانية والثالثة وهذه الرابعة، سلم إن شاء الله عز وجل قلبه وعقله من شبهات هؤلاء المرضى والحمقى. باختصار شديد، إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأمرك الله عز وجل أن تطيع نبيه وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأخبرك أن طاعة الرسول طاعة لله، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم أقسم أنك لن تكون من المؤمنين حتى تسير خلف النبي الأمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا حكموا انقادوا له وسمعوا له وأطاعوا له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولن يدعوك رسول الله إلا لما يحييك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فإذا كان البعير الأبكم استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه، والحديث في السنن وإسناده حسن، وإذا كان النبات الشجرة استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الدارمي وسيرة ابن إسحاق بسند حسن، وإذا كان الجبل الأصم استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: أصبر أحد، فأنت والله أولى أن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف عقلك، ولو خالف هواك، ولو خالف عقول الناس، ولو خالف هوى الناس، وإن خالف من خالف، لأنه المعصوم، وهو صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلوبنا، نفديه بآبائنا وأمهاتنا، ونفدي دينه وسنته وشريعته بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا، صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصاره ومن حواريه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعته، ومن يشرب يوم القيامة من حوضه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يدخلنا الجنة بشفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب الصلاة.